عليك السلام. وش عيسى وش رايك في وزير خارجية تاع مصر اللي جا للجزائر؟ إيه هذا اللي كثر من كلمة الفخامة الفخامة. الفرق بين الفخامة والخيانة، ونستهزأ بيك وفي نفس الوقت أنا خاطيني غدوة كانت خلطة الجزائر. فهمت ياك؟ كان عندك حكامة ومستشارين ومفكرين، هذيك حاجة أخرى هذه. المهم إن قال لك كون ديب لا ياكلوك الديوبة وخلاص. وفي نفس الوقت هاي الناس هذه تجي على مصالحها. واش يعجبك؟ بيناتنا علاقة تاريخية، اللي يسمع كلمة علاقة تاريخية وأنا مؤرخ وأنا مش عارف شنو، زيد تقول أنا مو مؤرخ، قول أنا مؤمن، وما تقولش علاقات تاريخية. قال احنا أمة إسلامية، أبغى ما تقولش حتى يقولوها على بالك. هذا قاعد دراسة تاع أفهم المعنى برك. تسمع بعض القصة تاع 1907 اللي داروا واحد وهمي، فاهم؟ هو اليهود يعني، مش كيفاش يستغلوا الثروات تاع الأمة الإسلامية. أنا ما نهضرلكش تاع عمر ذهب إلى المدرسة وليلى في الدار والأم في السوق والأب في البستان. يقولنا عمر حتى حارب شو هبل وقطع البلاد وحرق روحه، وليلى هات تعرس والأم هاي تطلب اليوم والأب ما فهم فيها والو. فهمت يا قاعد حاير جدو اتطرف نصه في فرنسا ونصه هنا، ولادو تشنتروا واحد. ها فهمت ياك؟ لا قلت لك دير عمر وانت حامل وطل وليله تنجبي ابطال. كلمه زوز الفخامه. ردي بالك يعني قلنا لكم شهرين خدمونا ولا حطونا مع الطاف برك. علاه انا قلت قطار واحد الوقت. بعض الناس كي قلت قطار راه فهموها سما اعطيني ارض تاع فلاحه، قصدي اطار يا هذوك كيقعد عندك احنا فينا الا واش يقولوا لها بلونغلي قواد، واش يقولوا لها كيما نقولوا احنا بالصينيه، يعني نقولوا الحلفاق بالصينيه بالشينوا عندنا الا التحلفيق والقواده. سامحني شي ناس ماكش تهضر معاه يدك روحه. فهمت شال على يدك روحه. انا نهضر بيه، انا نهضر هاي باينه رئيس وكل جمهور قلت لك وكل جمهوري قائد الاركان باينيني نهضر انا توصل انا افهم المعنى. فهمتني؟ اما انت القواده هذيك الواش حاجه ماكش فاهمها الواش شو ما تعرف وما يعرفك. لا علينا خرجنا من الموضوع. انا بيها فرنسا قعدت 130 سنه الا من الاف وزير الغريب الامر اللي اف عيني عينك في الاعلام. فهمت شنو نحكي لك؟ خيط تقوى فيك زريع مرات. واحد يحكي باساس غدوه راح يقابل الله عز وجل. ها فهمت القصد؟ قصدي كي قلت انا علاه انا قلت من كل بستان، يعني من كل بستان مش زهره باقه من الازهار. يعني هات ما عندك اي مجال اقتصاد فلاحه. فهمتني ياك؟ وما تخص شت الفتنه تشوف تبدل الطريق. يعني كل واحد التخصص تاعو حاجه ماكش فاهمها ماكش فاهم شنو نهضر. اسكت على والله العظيم اللي نحير في بعض الناس القواده وزيد دخلك انت درك نهضر معاك انا. انت وزير، انت رئيس والله وكيل جمهوريه والله والي والله رئيس الدوله والله يك وجد الغريب الامر موش فاهم ولا لا. مرات نبغي ننعم هاد الناس خاطر على بالي الغاشي كاع راح يسبوا. فهمت ياك؟ نقلعوا خير لا يعقدوه والله حاجه. ايش خير الله الا خرجنا كاع الموضوع. كنت نحكي على كيفاش ها تاع وزير وزير خارجية تاع مصر. لا حتى واحد النقطة ردوا بالكم ضربة المولودية والعربية الوصادي. لا دركات يا مراحل الرئاسة. فهمت القصد ديالك؟ بيرافو الحاج روراوة واش من حاج روراوة حافظ الدراجي المجر والساحل واش من ساحل صاحبي باينة هذه من ضربتنا الكاميرا قلت لكم ردوا بالكم. انا وما بهم لا الساحل لا روراوة لا بيرافو ما مزال كيفاش تخلطوها وخلاص. ني نورمالمون درك الرئيس يلم الوزراء والولات وكيل الجمهورية والبرلمان ويعاود واحد التقرير يديروا. قال يا البرلمان انت والي الولاية هذه، انت الوالي وكيل الجمهورية، انت البرلمان، انت اللي عايش ثم كي تحكي مع الوزير يطبق. فهمت شنو نحكي؟ مادام هم الوزراء ما همش يتحركوا، مادام يهضر معك تاع البرلمان اسمع له. وانت الوالي طبق كيما ضربت قال لي تاع الواد بدا يمد الاراضي. لا هي نورمالمون
زيد فوق هذا روح له الى ناقصو تريسيتي وما هو كل الولاد يديروا هذه النقطة هذه، ياك فاهم؟ حنا اصلا الجزائر هي مش معروفة بكري، ماهوش بالبترول والغاز او غير هنا حنا معروفين بالثورة الزراعية، ياك فاهم؟ يا ودي قلت عليك قلت لكم اوكرانيا عطاتك هدية واليمن عطاك النهائي وافريقيا في جيبك، يا ودي غير كنت لها بالفلاحة تاعك برك. واش يقول البرلمان؟ يطبق الوالي وكل الجمهورية، فهم المعنى؟ لأنه هو اللي عاش هاد البلاصة وعارفها، فهمت واش راني نحكي؟ وتشوف سييها برك الله شهرين برك، وديزي هاك تشوف هي كل البارح كنت ناس تقروا فيها وتوروا فيها بان يدولك بلادكم، كنتوا تمدوا بالملاير كون مديتها للشعب كرنا، فهمت القصد ولا والو؟ خلاص دركاتي قلنا عفى الله عما سلم واتقي الشر من احسنت اليه واولى بالمعروف شكون؟ اهلك يعني اهلك. ومن ناحيه هاد الافلام وهذا وزير الخارجيه المصري رد بالك، هذا مش جاي يدس لك السم في العسل، هذا جاي فهمت ولا والو؟ السم في العسل عاد رد كان اكثر منها يعني. ايه فخامه اقول له حتى انت كاينه الخيانه وكاينه جاي نقصر وفي نفس الوقت انا خاطيني لا غدوه تخلط الجزائر، يحب لك باش تخلط الجزائر روح وتخلط، فهم المعنى؟ فهمتني يا مادام ناس مازال حابه لا اله الا الله، القضيه مش تبقى الجزائر، المهم تبقى لا اله الا الله محمد رسول الله، الجزائر تحرط بهذه النقطه. اما 1900 نسيت كاع باش نقول لك على 1907 وواحد قال لك على كاين بعض الناس شدوا الجزائر يهود. يا القضية أنا قلناها قبل 1916 برناردو لويسيا نقاطه وبلا اللي قلت لكم اطلقوه هذاك الفار هذاك، فهمتني؟ على صلصال. يا خويا عادوا صفحة جديدة ولها ببلادكم وتشوف وصلت ياك، واعطيني الخبر من بعد. سلام.